عارفه ان انتوا بتثقوا فيا، عشان كده جايه احذرك من البرفيوم ده، لانك مش قده، مش قد الفخامه ولا قد الرقي اللي هتحسي بيه لما تحطي البرفيوم ده، بالذات لما تعرفي ان هو البست سيلر في العربيه للعود لسنين طويله. ده يا جماعه البرفيوم بتاع مضاوي، رشه منه هتقعد معاكي بالايام. لما تجيبي البرفيوم ده هيكون ليه مكان خاص على التسريحه بتاعتك، ومش هتسمحي لاي علبه برفيوم تقعد مكانه. ويا سلام لما تشوفي النوتات بتاعته العطريه وتعرفي ان هو فيه فواكه وفيه مسك وفيه ازهار وفيه باتشولي ها، وكمان فيه البودر وفيه اخشاب وفيه سويتنس وفيه سبايسز وكمان فيه ايرثي تونز. هيكون فيه ايه تاني؟ شمي معايا كده، مش عارفه اقول لك ايه. البرفيوم ده لازم يكون عندك رقي، شياكه، انوثه، اميره، خليجيه، عربيه لسه نازله من الطياره الخاصه بتاعتها. ولازم تخلي بالك ان هو يكون من خيال فريجرنس، مش من مكان تاني. خيال فريجرنس بس، ماليش دعوة ان هو يكون من مكان تاني. هتلاقوا البيج موجودة في الديسكريبشن. على ضمانتي العطر ده تحفة، مجموعتك مش هتكمل غير بيه.